العز بن عبد السلام أصعب اللحظات في تاريخ مصر والأمة كلها. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. بعد ما وقف العز بن عبد السلام وباع أمراء المماليك بنفسه وأخذوا حريتهم، قدر العز بن عبد السلام إن يوحد الصفوف كلها، مسلمين ومسيحيين ومماليك، والكل بقى تحت اسم مصر، وبدأ يحرض ويحفز المصريين لقتال الفرنسويين اللي كانوا فعلا خلاص وصلوا على أبواب المنصورة ودمياط وبدأوا يشتبكوا. ووقف على منبره في مسجد عمرو بن العاص وقال للمصريين إن الخطر على مصر يدق أبوابها ولا بد أن نقف أمامهم جميعا، وأنني سأحارب بنفسي معكم. ولما عز الدين أيبك قائد الجيش المصري ساعتها يقول له ازاي هتحارب معانا؟ انت عندك 62 سنة. فيرد عليه ويقول له لست أنا من يأمر بالمعروف ولا يعمل به، والمصريون يحبون إذا سمعوا من وعاظهم شيئا أن يجدوهم أول من ينفذوه. دعوا الناس تنظر إلى أعمالكم لا إلى أقوالكم. ويتم تجهيز الجيش، وفي التوقيت ده يمرض السلطان نجم الدين أيوب ويقول لهم ابعتوا هاتوا العز بن عبد السلام علشان يدعي لي ويقعد معايا شوية. ولما جاله رسول السلطان وقال له السلطان نجم الدين أيوب مريض وعايزك تيجي تقعد معاه شويه، يوافق العز بن عبد السلام ويقول له هاجي معاك. فيستغرب الرسول ويقول له اشمعنى المره دي؟ قال له لاني لم اذهب هذه المره لزياره سلطان، ولكني اذهب لزياره مريض. ولما راح له ولقاه بيعاني جدا من المرض، بدا يقول له استغفر الله وكرر لا اله الا الله كتير. ولما جاي يمشي العز بن عبد السلام لقى السلطان نجم الدين أيوب بيبكي ويقول له إني أريد أن يغفر الله لي. قال له طالما لسه الروح فيك استغفر الله ما حييت. فأمر السلطان بإعطائه 1000 دينار وهو ماشي. ضحك وقال له هذه الزيارة لوجه الله، وما كان لوجه الله يا أيوب فلا يقدر بثمن، شفاك الله وعافاك. ويخرج الجيش لحرب الفرنسويين اللي كانوا جايين بقيادة لويس التاسع، اللي بدأ يحتل فعلا دمياط بتحريض من الملك الصالح. وفعلا يلقن الجيش المصري والمماليك الفرنسويين درس عمرهم ما نسيوه. وفي التوقيت ده تجيلهم رسالة سرية إن نجم الدين أيوب مات، وإن ابنه توران شاه بقى حاكم لمصر وفي الطريق إليها، وينتصر المماليك على لويس التاسع بعد معارك طاحنة، وتم أسر لويس التاسع. ويقف العز بن عبد السلام ويفتي ويقول أن إذا أراد الفدية فعليه بدفع 800,000 دينار من الذهب الخالص، يدفع منهم 400,000 دينار من الذهب الخالص الآن، وال400,000 الأخرى أول ما يوصل لبلده بالسلامة، بشرط أن تظل الأسرى الفرنسويين في مصر تحت الرهان إلى أن تسلم الأموال. ويتولى توران شاه مصر، وكان جاحد وكان مقاطع أبوه سنين طويلة قبل موته. وشجرة الدر اللي سلمته الحكم يؤمر أول أمر ليه بعدم خروجها من بيتها. وزي ما ذكر فيه موسوعة النجوم الزاهرة لابن طغر بردي إن توران شاه ما كانش راجل سياسي تماما، وكان سكير، وكان لما بيسكر كان بيجمع الشموع ويوقفها قدامه ويبدأ يضرب راس الشمعة بالسيف بتاعه ويقول هكذا سأفعل بالمماليك. وطبعا المماليك كان ليهم أطماع في الحكم وهو ما كانش بيحبهم، خصوصا أيبك وأقطاي. فشجرة الدر حسمت لهم الموضوع بعد ما كانت فاكرة ان توران شاه هيخليها تحكم معاه عشان اديت له الحكم على طبق من فضة، وهو طبعا قعدها في البيت وأمر من ان هي ما تخرجش منه. كده أصبح كل اللي حواليه بيكرهوه. فقالت لعز الدين أيبك وفخر الدين أقطاي ان هي هتتجوز واحد فيهم بس بعد قتل توران شاه. وفعلا يتقتل توران شاه علشان تنتهي الدولة الأيوبية في مصر. ولم يبكي عليه أحد ومات موتة شنيعة، لأنه في الحبة اللي مسك فيهم مصر ظهر فساده اللي كان بيؤشر بخطر أكبر لو كان استمر. وتتولى شجرة الدر الحكم في مصر، ويقف لها العز بن عبد السلام ويعارض الأمر. وطبعا علشان هي عارفة حب المصريين الكبير ليه فقبلت بالزواج من عز الدين أيبك لاعتقادها بأنه ضعيف الشخصية، وإن برضه هي اللي هتحكم، هي بتدور على الحكم. وتحصل القصة اللي كلنا عارفينها واللي قلناها في حلقة وإسلاماه، وينتهي الأمر بموت عز الدين أيبك وشجرة الدر. في الوقت ده كان المغول زي السرطان اللي انتشر في كل البلاد العربية والإسلامية، وهمجيتهم كانت مخلياهم في منتهى الوحشية، بيعشقوا القتل والتدمير والخراب والدم. ودخلوا على دمشق ودمروها، وخرجوا منها على بغداد اللي فيها الخلافة الإسلامية، وقضوا على الخلافة الإسلامية ودمروا بغداد، وخدوا كل البلاد اللي بقت في طريقهم. وكان لازم بعد سقوط دمشق وبغداد
ان الدور يجي على مصر. وكان في التوقيت دون تولى مصر المنصور بن عز الدين ايبك، وتيجي الرسل لمصر وتحكي عن اللي هولاكو بيعمله في كل البلاد اللي بيخشها، وجرايمه ووحشيته اللي بقت لا يتخيلها عقل، وان الخلافه الاسلاميه سقطت وبغداد راحت. ويقابل المنصور اللي كان صغير في السن كل دون باستهتار ولا مبالاه متناهيه. ده مش كده وبس، ده كمان المصريين والمماليك لقوه بيقول لو دخل هولاكو هنخليه هو السلطان. فحس سيف الدين قطز اللي بقى قائد الجيش بان المنصور ده قبله او مجنون، فذهب للعز بن عبد السلام اللي اكد له ان الوضع لا يحتمل مجاملات في الحكم. وطبعا العز ما كانش خافي عنه اللي المنصور بيقوله او بيعمله، فاكد لقطز ان الوضع لا يتحمل اي مجاملات في الحكم ولا بد من عزله في اسرع وقت ممكن، لان الخطر بقى اكبر من توريث الحكم. وفعلا يعتقل قطز وينصب قطز سلطان على مصر بعد ان وعد انه سيستقيل بعد النصر على المغول، ويقف في ظهره العز بن عبد السلام ويؤيده، وبالتالي توحدت مصر كلها جيشها وشعبها. ويبدأ العلماء اللي عاملين نفسهم علماء وبيحبوا يتقربوا من السلاطين الجداد يروحوا القدس ويقولوا له احنا على فكرة مش قد خطر المغول ولا هنقدر على الحرب معاهم، وخصوصا ان احنا لسه طالعين من حرب الفرنساويين، فايه رأيك لو سلمنا ليهم وندفع الجزية ونعيش في سلام وامان؟ ويقف العز بن عبد السلام ويخطب فوق منبره في مسجد عمرو بن العاص، اللي لو المسجد ده بيتكلم كان قال هو شهد على تاريخ مصر ازاي، ويقول العز يا شعب مصر ان المغول اذا تمكنوا منكم فلن يبقى للايمان رايه، فان ايمانكم بالله ووحده صفوفكم هي مصدر قوتكم، فوالله لو قاتلناهم لقتلناهم ولو واجهناهم لهزمناهم. ويقرر سيف الدين قطز ان هو مع رأي العز بن عبد السلام ويبدأ في تجهيز الجيش المصري لمحاربة التتار. ويبدأ العز بن عبد السلام انه يلف على القرى والنجوع المصرية يحفز الناس على الجهاد، حتى اتجمعت مصر كلها مع سيف الدين قطز. وبدأ المماليك ان هم يلموا فلوس من الناس، ويجي قطز بنفسه علشان يستأذن العز بن عبد السلام انه عايز يفرض ضرائب على المصريين علشان يجهز الجيش. فيغضب العز بن عبد السلام من قطز ويقول له عايز تجمع ضرائب من العامة يبقى لازم الاول تاخد من الخاصة. قال له يعني ايه؟ قال له لما يتساوى الغني المملوكي بالمصري الفقير في كل شيء ويتبرع المملوك الغني بكل امواله لصالح الجيش وما يبقاش معاه غير فرسه وسيفه، ويبقى هو والمصري الفقير على نفس الدرجة من المال، ساعتها نفرض الضرايب على المصري الفقير وناخد امواله ونشوف لو كان معاه اموال ولا لا، ونقول له زيك زي المملوك. انما تدفع الفقراء ضرايب اللي يلمها منهم الاغنياء المماليك، فوالله لن اسكت على هذا يا قطز، اذا اردت النصر فساوي بين الناس بالعدل. وفعلا يجمع القطز الاموال اللي عند المماليك بالكامل ويسلمها للعز بن عبد السلام في ايده، اللي اخذهم كلهم ووضعهم في بيت مال المسلمين، ويجهز الجيش باكبر قدر ممكن من العتاد والقوه. ويخرج الجيش المصري بالكامل يوم 25 رمضان سنة 658 هجريا، ويوصلوا لقرب فلسطين لمقابلة المغول في موقعة عين جالوت الشهيرة، وكانت موقعة عصيبة وكان النصر حليفهم فيها. وينتصر الجيش اللي رد كيان الأمة كلها ويقضي على اختلاطهم وسيطرتهم. وهم راجعين تحصل حادثة مقتل قطز الشهيرة على ايد بيبرس. وكان بيبرس طلب من قطز قبل الحرب ما تبدأ ان لو انتصر في الحرب ياخد ولاية حلب، وقطز قال له هديها لك. وهم راجعين بعد ما انتهت الحرب بالانتصار طلب من قطز انه ياخد ولاية حلب، فرفض قطز وقال له لك عندي شيء اهم. فطبعا ساعتها بيبرس حس ان قطز رجع في كلامه، فطبعا قتله. لكن فوجئ ان قطز وهو بيموت انه قال له ان رفضت اديلك حلب علشان انا كنت هسيب حكم مصر وانت الحاكم الوحيد اللي تصلح انك تحكم مصر. وامره وهو بينازع قبل ما يموت بجمع جميع قادة الجيوش وقدام العز بن عبد السلام، وقال لهم انه سامحوا لوجه الله، وانه يعلم ان بيبرس هو اصلح الناس لقيادة مصر في هذا التوقيت العصيب، وان ما فعله هو زلة شيطان. واقسم على الجميع ببر ومبايعة بيبرس والوقوف في ظهره. ويبكي بيبرس على قطز بكاء مرير، وخصوصا ان هم كانوا اصدقاء في يوم من الايام. الا ان في بعض الكتب التاريخية اللي بتؤكد ان اللي قتل قطز مش بيبرس، اللي قتل قطز هم مجموعة من الخونة المتآمرين من أنصار الدولة الأيوبية اللي أجمعوا على ضرورة التخلص منه، وخصوصا إن دولتهم كانت انتهت وكانوا آملين في الرجوع لو قتلوه. واللي بيأكد الكلام ده إن الكتب التاريخية بتستشهد بوجود العز بن عبد السلام بنفسه وحضوره للموقعة دي، وإنه لو كان شاف إن بيبرس هو اللي قتل سيف الدين قطز
اكيد ما كانش هيوليه او هينصره. وبمجرد رجوع الجيش لمصر يبايع المماليك كلهم لبيبرس، ويروح بيبرس بنفسه لبيت العز بن عبد السلام ويطلب منه مبايعته، فيقول له العز في جرأة امام الجميع ان الملك يأتيه الله لمن يشاء، واما الحكم فعليك ان تحكم بكتاب الله، وان جنحت فسأقف أمامك. وفي آخر أيامه يشتد المرض على العز بن عبد السلام، ويرسل إليه الظاهر بيبرس إنه يعين ابنه عبد اللطيف اللي كان وارث العلم والفقه من أبوه العز بن عبد السلام، إنه يعينه جنبه في القضاء علشان يساعده على الحكم. ويرد عليه العز بن عبد السلام ويقول له إن أولادي لا يصلحون لهذا، لكن إذا أردت أن تعين قاضي للقضاء فخذ تقي الدين. وده كان واحد من تلامذة الإمام العز بن عبد السلام. ويمسك العز بن عبد السلام ويقول له يا بني إن القضاء أمانة وإني أخشى عليك تحملها. ويموت العز بن عبد السلام بعد مرور 83 سنة من عمره، قضاهم كلهم في الوقوف في ظهر المظلوم ونصرة الحق. وأول ما يعرف الظاهر بيبرس بوفاة العز بن عبد السلام قال جملة سجلها له التاريخ: هذا رجل لو أمر الناس فيما أراد لوافقوا على ما أراد، لن يستقر ملكي في مصر إلا الساعة. ويخرج الشعب المصري كله اللي حب العز بن عبد السلام وعرفوا قدره وقيمته، ومعاهم الظاهر بيبرس لتشييع جنازة العز بن عبد السلام. ويدفن العز بن عبد السلام في أرض مصر اللي حبها وحب أهلها، ومدفنه موجود فيها لحد النهاردة للي عايز يزوره ويشوفه ويروح. يا كل الشيوخ اللي بيطلعوا في الفضائيات والمواقع، كل كلمة بتطلع منك هتسأل عليها. دورك مش مجرد فتاوي على الهوى وظهور ونجومية ونبوغ، دورك الأساسي في توحيد الصفوف، جمع الشباب، في النصيحة الحلوة. ليه دلوقتي بقينا حاسين إن دور معظم الشيوخ في تطويل الخطب في المنابر والكلام اللي بيعيد نفسه؟ لازم الكلام يبقى ماشي مع العصر اللي بنعيشه علشان الشباب والبنات يفهموه، بس من واقع الكتاب والسنة، مش مجرد فتاوي الغرض منها الشهرة وإثارة الترندات. ليه سايبين الشباب والبنات ضايعين من غير الحلال والحرام؟ ما اعتقدش أبدا إن هو ده دوركم. الشيخ مش مجرد عمة وقفطان وكلام منمق، الشيخ علم وقدر على الاحتواء وإيجاد الحلول وتوحيد الصفوف. الشيخ في كل عصر وكل زمان كان ليه هيبة وكرامة، كلمته كانت بتجمع جيوش وتوحد صفوف، وده اللي خلى العز بن عبد السلام يعيش حتى بعد ما مات، وقصته يعرفها كل الناس على الدوام. وده لأن العز بن عبد السلام كان بحق إمام من أئمة الإسلام.